أتينا اليوم إلى مدينة هجين، هذه المدينة التي قدمت الكثير، وكيف ننسى وأهل الأثر الذي قدم ثلة من شهدائه الأبطال. اليوم نشارك بعد طول انتظار فرحة الأهالي برفع علم الدولة السورية، وكل الشعب مجمع أنه لا وجود لأي علم سوى علم الدولة، سواء كان التنظيمات الانفصالية أو الخارجين عن القانون. يعني الفرح، يعني كل شيء. نحن عانينا معاناة لا يعلم بها إلا الله. قضينا أصعب الأوقات في المقابر، في السواقي، قضينا ننام بعيد عن، يعني نتوارى عن المخابرات، ونسجلنا بالأمن العسكري، ونسجلنا بأحدث الطرق بالأمن الجنائي، ونحن تنكل بنا أسوأ التنكيل من حزب البعث ومن قسد ومن الدواعش. وإن شاء الله تسود العدالة وتسود الخير لكل البلد إن شاء الله. أكيد هاي اللحظة هي لحظة تاريخية وطال انتظارها، ومن أجل هذه اللحظة تم يعني استشهاد الكثير من الشبان في مدينة هجين وفي جميع بقاع سوريا، وهذه اللحظة لحظة تاريخية. أكيد كل الشعب العربي السوري ينتظر هذه اللحظة، ونحن أبناء هجين أول من صاح في الثورة وأول من خرج للساحات للوصول إلى هذه اللحظة، والحمد لله الله أتم على الشعب بهذه النعمة. طبعا اليوم هي فعالية النصر في مدينة هجين، هي أمانة حولت بأعناق الشباب. هذا حمل ثقيل وثمنها ثمن كبير، ثمنها دماء وأشلاء، تدمير وتهجير. فعلى الشباب أن يصونوا هذه الأمانة وأن يبنوا هذه الأمة، فالبلد اليوم هو أمانة بيد شبابها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم الفتح والنصر. نحتفل رغم الجراح التي لا زالت تنزف في الحسكة.